السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنبدأ على بركة الله كده ونصلي على النبي عليه الصلاة والسلام. ده كده الفيديو التاني ان شاء الله، بس الفيديو ده مع جهاز جديد لعميل محترم. بعد ما فيه كام حد جالي وشاف الفيديو اللي على اليوتيوب ان تظبيط السوفت الجديد بتاع ال4000 العملاق، بصراحة حاجة ممتازة جدا. انا مجربه، حاجة بسم الله ما شاء الله، الله اكبر على الشغل بتاعه. طيب، في حد كلمني قال لي ابو جانا معلش انا محتاج جهاز بس بالسوفت وير بالتظبيط. طب يا عم الجهاز اهو، انا كان نفسي ارفعه على الفيسبوك بس للاسف اتقفل لي 26 ايميل. 26 ايميل فيسبوك اتقفلوا. من مين؟ معرفش. مش هنقدر نتكلم في كل الفيديوهات على اللي بيحصل لي، بس الحمد لله رزقي هاخده حتى لو هو ايه. الحمد لله الناس كلها تعرف عليه وتعرفني شغل عليه ايه. تمام الحمد لله. نبدأ كده صاحبي اهو، نبدأ. ادي الجهاز بتاعك اهو، زي ما اكنك قاعد معاه في المحل اهو قدام حضرتك اهو. ادي كده. طبعا الجهاز ما بيجيش معاه الجراب ده، الجراب ده بيبقى مني لايه؟ مني للعميل هدية. تمام، حاجة محملة جدا. طبعا اللي هيركب فيه ريموت بلوتوث تمنه ب400 جنيه. حاجة بسم الله ما شاء الله ممتازة. ماشي، نخش بقى على حتة الحلويات. الجهاز اللي ما شفتش زيه لحد الآن، عن كل حاجة، عن الشغل وكل حاجة. بص كده يا صاحبي، جهازك اهو، جهازك اهو زي ما اكنك قاعد معاه في المحل. جهازك اهو بما يرضي الله، والحمد لله الدنيا كلها تعرف احنا على ايه. جهازك باللزقة بتاعته بحاجته زي ما انت شايفه اهو. ماشي، باللزقة بتاعته بالدنيا كلها اهو. ماشي، طبعا في يو اس 3 يو اس بي 3. ماشي، جهازنا الله اكبر، احنا طبعا مجربينه وشغال معانا 100. طيب، وادي كمان حاجتك اهي، بوريك كل حاجه بفيديو عشان تبقى انت واثق في الدنيا. كده انت واثق. يعني راجل لما تحول مبلغ قد كده وتقول لي اعمل لي السوفت وير الجديد وظبط لي وبتاع، ده عندي بالدنيا كلها، سيبك بقى من الشغل. ادي كده الماوس، وادي كده الحجاير بتاعتك تاخدها زي ما هي، واتنين ريموت زيرو. طبعا انا كابو جنى بشتغل بايه؟ يعني انا نفسي شاري ريموت اهو قدام منك اهو، بنفس الجراب برضو، الشغل النضيف. ببدأ اشتغل عليه. ليه ما بطلعش الريموت بتاع العميل؟ عشان ده حقه، ما يبهدلش، يبقى بالكيسه بتاعته زي ما انت شايف كده. بقوم انا جاي قافل بحاجتك كده اهو، زي ما انت شايف كده، حاجتك كلها بتتقفل اهي قدام منك اهي. ماشي، حاجتك كلها اهيت، مع كمان الجراب الهديه قدام حضرتك اهو. تمام يا صاحبي، ناخد بس حته الحلويات ده ايه، ونقوم جايين قافلين العلبة. وادي الجهاز بقى بتاعك، ادي الجهاز بتاعك. نبدأ بقى كده على بركة الله. هنبدأ نفعل ونظبط السوفت وير والملف والقنوات والدنيا كلها مع تظبيطي، ومع طبعا الجهاز قال لك العميل زي ما انا بعمل بالظبط، ما بيفعلش اي بي تي في، مش عايز اي بي تي في. نزل بس الشرينج ونزل كل الشغل، بظبط انا الجهاز كما الكتاب قال بفضل الله. هتخليك معاه لما اوصل الجهاز كده واديله السوفت وير واظبط الدنيا، ونرجع مع بعض تاني ان جهازك شغال متفاعل معاه، ملف القنوات شغال، دنيتك شغاله. تاخده يتحط عندك، توصل الواي فاي يشتغل زي ما انت شايف في الفيديو، هيحصل ان شاء الله. وزي ما اكنه عندي هيبقى عندك. ده شغلي، ده شغل بفضل الله اللي احنا بنتحارب عليه، وده شغل اللي احنا بننزل له ملفات وننزل له شغل. اللي اي حاجه، اي حد بيعوز حاجه بنديها له. فاحنا بنتضرب عشان كده، احنا بنتضرب وبنتعمل لنا هاكر. يعني التليفون اللي بصور بيه حاليا متهكر. يعني انا نفسي مش منزل فيسبوك على التليفون ده، ما حصلتش. 26 ايميل يتقفل. فمعلش برضو اعتذار، مش هقدر اتكلم في الموضوع ده لان انا عامل فيديو قبل دوت الناس بتبص عليه، واللي حابب يساعدني انا تحت امر. نقفل بس معاكم لحظه ونخش نظبط السوفت ونخش تاني عشان وقت الفيديو. بص يا صاحبي، ادي كده قدام حضرتك. اول ما بفتح الجهاز عشان تعرف ان الجهاز اصلا زيرو هيجيب لك القايمه دي. يعني انا ولا نزلت سوفت، والجهاز اول مره اتحط في الكهرباء. خلاص تمام. طيب انا خلص عشان وقت الفيديو ونرجع مع بعض تاني. كده الجهاز يا صاحبي بياخد السوفت وير، كده الجهاز بياخد السوفت وير، كل حاجه بتبقى مظبوطه بما يرضي الله زي ما انت شايف. ثواني بس ما يحمل. نخش كده بعد التظبيط يا صاحبي. بعد تظبيط، شفت انت المنيو عامل ازاي؟ ظبطت لك ظبطه زي حالتنا بالظبط. ماشي. طيب انا كده ما فعلتش ولا عملت اي حاجه خالص. اول حاجه انا هجيبها، انا بالنسبه لي انا خلاص، انا مش عايز افعل لما اكون انت ايه واخد بالك من الدنيا كلها. نخش على الاعدادات اهو، كل حاجه سهله. نخش على الواي فاي،
ادي كده الواي فاي. نقفل بس ونفتح تاني. تمام. طيب اكتب الواي فاي ونرجع مع بعض تاني. بص يا صاحبي، انا كده خلاص كتبت الباسورد، انا قلت كل حاجه زي ما انت شايفها اهو معاك. يعني انا اول ما هتك كده خلاص الجهاز اتفعل. اول ما هتك الجهاز اتفعل خلاص، ما فيش فيه يبقى الجهاز متفعل. الجهاز متفعل من النهارده كام؟ 25 باين. النهارده الجهاز متفعل من يوم 26/10. والله ما انا عارف، 26/11 26/10 تمام. طيب يلا نتكل على الله. اوكي كده خلاص. المفروض اول ما يقول لك ان هو اتصل خلاص كده الجهاز فعل النهارده 26/10. اول ما يعمل علامه صح، او هو كده تقريبا فعل. ثواني كده، متضمن لك كتب تم الحفظ. تمام اهو متصل كده خلاص الجهاز فعل. كده الجهاز فعل فور ايفر. خلاص نخرج كده. المفروض ان الجهاز مفعل اهو. نخش بقى يلا نشوف بقى كده نشوف بقى كده التفعيلات بقى والدنيا. متضمن لك اهو. ثواني نرجع تاني اخرى اهي، معلش اخرى. اوكي سيستم. هي المفروض عندك قدام منك اهو. احنا قدام منك زي ما احنا 26 كده، معانا 15 شهر فور اوفر. 15 شهر فور اوفر. طب هو اول حاجه مبدئيا بنعمل ايه؟ هنسيب ديت رقم 2 هنعمل لها على طول كده مثلا. طب رقم 3 اللي هو الايه الجوسات اهو، نعمل ايه؟ اوكي نقفل. اوكي انا مش عايز ان الجوسات يفضل شغال، انا بس عايز الناس برضو اللي هتخش تتفرج على الفيديو تعمل نفس الخطوات دي. اول خطوه انت هتعملها مع الواي فاي ده، بس ده جهاز جديد، ده جهاز جديد راح للعميل. طب انا بالنسبه لي كده خلاص الجهاز واخد ملف قنوات تمام التمام. مش هنعرف نجيب صوره بقى انتوا فاهمين، كفايه الحظر اللي احنا فيه. ماشي ده كده بالنسبه لي. يعني انا كده بالنسبه لي طبعا المنيو ده مش عاجبني، المنيو ده مش حلو، مش عاجبني. افضل منيو نزل للجهاز نقوم داخلين كده اهوت. ماشي هنقوم جايين اعدادات اهي اللي هي السيستم دي. معلش هرجع تاني عشان الناس برضه تشوف اللي هي سيستم اعدادات. ممكن نخلي الاعدادات، بص كده اهو اعدادات اهي، تك عليها اعدادات. هنخش على الاساس، كل دي الاساسيات، كل دي الاساسيات. هنقوم داخلين علشان الماكس. ماشي انا بالنسبه لي مش عايز المنيو الازرق ده، مش شايف منه حاجه. هو انا جاي داخل على الاصلي، لا انا عايز الجديد. دخلت على الجديد خلاص، خرجت. نخش كده نخرج خالص تاني نشوف بقى المنيو ده. المنيو ده حاجه بسم الله ما شاء الله كده روعه. بصوا وطلقه طلقه يعني ما ينساش الجماعه. بصوا هيبقى في فيديو تاني ان شاء الله يا جماعه هننزله على التيك توك اذا نزل اصلا، اذا نزل، اللي هو بقى فيه بقى ايه الصوتيات ونشوف الدنيا فيه ماشيه ازاي. ادي كده القنوات اللي انتوا عارفينها، مش عايزين نقول اسمها كمان اهو شغاله تمام التمام. طيب ايه تاني يا عم ابو جنى؟ طيب ايه تاني؟ اللهم صل على النبي. دي اللي احنا كلمنا الدعم عليه امبارح ابو شنا. احنا محتاجين نعرف الوقتي هو اللي هي اللهم صل على النبي، اللي هي فايل مانجر مش شغال ليه؟ مش مشغل اللي هو الاف تي بي. فعلا الاف تي بي مش شغال. لو دخلنا كده اهو هنخش نكتب كل الكلام اللي انا هقوله لكم ده يا جماعه. ده عن تجربه امبارح 3 اجهزه عاملينهم لناس يعني جم المحل وعملت له. طيب هو هيفضل يجيب كده ومفيش ملفات ولا سوفت ولا بتاع؟ لا تعالى يا عم اقول لك الدنيا ماشيه ازاي. هنخش كده اهو، هنخش كده اهوت على ايه؟ اللهم صل على النبي. على ايه؟ ثواني نخش كده اهو على الملفات اهو. ثواني نبص كده ملفات القنوات. الملفات القنوات زي ما انتم شايفين. نبص كده عشان بس الناس الخط الصغير. ملفات القنوات ده هنخش عليها كده اهو ونقوم جايين. ثواني تاني نرجع تاني معلش. هنخش ايه؟ اوكي طيب احنا دخلنا فين يا عم؟ انت قلت هتنزل ملف اونلاين. موجود في الملف اونلاين ده اللي احنا عرفناه من المصدر امبارح لحد ما فعلا الواحد اتخنق. ادي قدام منكم الملف فين؟ الملف فين يا جماعه؟ الكلاود. انا برضو مستغرب فين يا جدعان الملف في الكلاود اهو. ادي الملف العربي
وادي الملف الانجليزي. بس انا عن نفسي معايا الملفات، ده الملفات اهو ماشي. هتقوم انت ضاغط انجليزي او عربي وينزل معاك زي الفل الملفات. عايز تخزن مفيش مشكله، خزن. لحد دلوقتي دي الناس اللي ما كانتش عارفه تنزل ملفات ازاي على السوفت ده. خلاص تمام. ايه تاني؟ طبعا العمليه سهله في موضوع التركيب اهو قدامكم ثواني اهو. التركيب طبعا ده ممتاز جدا وبرده سريع اهو. والاعدادات برده الدايزك والكلام ده كله ده احنا فاهمينها يعني وعارفينها، واللي هو اليوزلز ماشي. وايه تاني يا عم ابو جانا؟ الاعدادات دي اللي احنا بنتكلم فيها، دي الاساسيات. احنا كده شرحنا لكم كل حاجه. طب انا بقى عايز اشوف الجهاز بقى في الملف القنوات والدنيا ماشيه ازاي، ظابطه ولا مش ظابطه؟ لا هي ظابطه، بس لسه هنعرف برضو بما يرضي الله بعد التجربه مع السوفت وير. طبعا بقى الكلام ده كله احنا ظابطينه، يعني الجهاز ده كده يعني اللي عامل هياخده هيدعي لنا. وبرضو قلت انا يعني اعرفكم كام حاجه بحيث الناس عايزه تعرف الدنيا ازاي شغاله في الجهاز. خلاص. لا الجهاز ده ممتاز. واللي خلي بالكم يعني انا بتكلم ان اللي عندي لسه شغل، عندي البيجو وعندي طبعا برضو يعني عندي برضو التوين الاربع، عندي كل الاجهزه بفضل الله. اللي محتاج زي ما انا هشحن للزبون كده هتكلمني هظبط لك الدنيا كلها. طيب انا الوقت عايز مثلا ولو يكن اجيب ايه، اجيب اللي هو الابس اللي هو طبعا اللي فيه الشغل السيرفرات والدنيا كلها زي ما انتم شايفين اهو. انا بقى عن نفسي محتاج ايه؟ محتاج اللي اشغل مثلا إيه بتاع دوت اللهم صل على النبي، إيه بتاع الفيديوهات. طب يا جماعه احنا هنختم الفيديو عشان بس الصوره ما تظهرش اكتر من كده. واللي محتاج اي حاجه من الاجهزه دي معانا كسوفت ككل حاجه معانا تمام. وخلاص احنا كده الفيديو هنختمه وهنشحن للعميل بكره ان شاء الله وتحت امركم. وده الخلاص. وفي فيديو تاني هيبقى على تيك توك بالنسبه للشغل عليه ان شاء الله. السلام عليكم.